السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ النهاردة هعمل معاكم البتنجانة. ما شاء الله دي بتنجانة مشوية زي ما حضراتكم شايفين يا حبايب قلبي. بتنجانة شوياها ومقشراها، شايلة القشر الاسمر منها اهوتي. اللهم صل على سيدنا محمد. هحط شوية زيت الطاسة بتاعتنا اهي. هحط في الطاسة دي شوية زيت. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت شوية زيت يا حبايب قلبي. معايا تومة، معايا راس توم دقاها كده. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا راس توم دقاها بقلب قد شطة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الثوم كده عشان احمرها في الزيت. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا راس توم دقاها يعني بشوية شطة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. بكمون بتوابل يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كل اللي متابع قناة هاني من البيت يا رب يكون بخير. النهارده بقى قلت ايه اشوي كام بتنجانية كده، حوالي 3 بتنجانات شويتهم في الفرن. وقلت اعملهم بقى ايه كده طشه كده بتومه كده، اعمل لهم شويه تركات كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا معايا طماطمايه صغيره مقطعاها كده زي التومه كده بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعيشها بقى على ايه، على الدخانه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنزل بقى ايه بالبتنجانه بتاعتنا كده. اللهم صل على النبي. احاول بقى ان انا ايه البتنجانه بتاعتنا دي اهرسها بقى كده في قلب الخلطه الحلوه الجميله دي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. البتنجانه ريحتها جنان 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 جنان. البتنجانه لما تتشوي حبايب قلبي وتعملوها كده بتبقى طعمها جميله جدا. مش هتشرب زيت كمان معانا وهتبقى صحيه. تبقى جميله جدا واكلها كده احسن ما تتقلي. حبايب قلبي انتوا عارفين شويه البتنجانه فيها حديد وحلوه جدا، بس احنا مش عايزين ان احنا نخليها نقليها بقى وتشرب زيت وكلام من ده. فاحنا بنعمل ايه، بنشويها. وبعد ما بنشويها بنعملها كده التركات بتاعتها الحلوه دي. التركه دي حلوه جدا في البتنجانه ان احنا نشويها ونعملها كده بالطريقه دي. هتبقى صحيه مش هتشرب زيت معانا وهتبقى طعمها جميل. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البتنجانه اتعملت وبقت جميله ومخدتش معانا وقت زي ما حضراتكم شايفين، وجاهزه معانا. هنغرفها في الطبق بقى وبقت في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين اهي. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين بقى البتنجانه طعمها وريحتها ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كمان عملناها بتركه حلوه كده، ما عملناهاش بقى مقليه، لا احنا عملناها كده عشان ما تسحبش مننا زيت وتبقى صحيه واطفالنا يحبوها كمان. غيرنا في شكل البتنجانه
كده طعمها بيبقى جميل جدا وبتبقى حلوة جدا في منتهى الجمال يا حبايب قلبي. جربوها، اشووا البتنجان واعملوا يعني راس توم وكده زي ما انا عملت. يا رب تكونوا شفتوني كده في البداية. طبعا طماطمية صغيرة، مسكت راس توم الاول قشرتها، بعد ما قشرتها دقيتها بتوم بتاع ده بفلفل بشطة قصدي بكمون طبعا. ورحت طبعا صفرت التومه، وبعد كده نزلت عليها بالطماطمايه اللي انا مخرطاها كرات صغيره. وبعد كده البتنجانه. بصراحه هي سهله جدا وبتبقى طعمه جدا وحلوه يا حبايب قلبي. يا ريت تعملوها زي ما انا عملتها كده، جميله جدا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. لو وصلتوا معايا لحد كده شيروا الفيديو عشان يوصل للكل. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي. متنسونيش في اللايك، حطولي لايك يا حبايب قلبي، حطولي لايك في الفيديوهات بتاعتي لان مفيش لايكات كتير. يا رب تكونوا بخير يا حبايب قلبي ومتحرمش منكم. يا رب كل اللي يتابع قناتي من البيت يكون بخير، ما تحرمش منكم يا حبايب قلبي. متنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بفضل ربنا ثم فضلكم. يا رب يا حبايب قلبي متحرمش منكم وخليكم ليا يا رب حبايب قلبي. انا دلوقتي هقفل معاكم واسيبكم في رعايه الله، واقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.